من اول 25 فبتبتدي بقى ان هي ايه ترضى بالوضع اللي هي فيه، يعني على حسب بقى اللي هتقدم لها، لانه مش هتقدم لها ناس زي زمان. يعني لو هي عدت 25 ممكن بقى يجي لها، بس هيجي لها الناس اللي هي ايه اقل من التوقعات اللي هي كانت موجوده عندها زمان خالص. حتى الاشخاص ممكن يكون حد كويس وتقدم لها زمان، لو جه مثلا وتقدم لها بعد ال 25 وهي مثلا 27 28 هتقبل. ليه؟ لان هي عارفه ان هي ظروفها صعبه، وعارفه ان هي في السن ده هتتحط في مقارنات البنات الاصغر سن. حتى لو البنت دي مثلا محترمه، انت محترمه وكبرتي زي ما انت موجوده في غيرك، يعني زي ما انت موجوده وكويسه في غيرك برضو كويس وسن اصغر، فبتبقى عارفه ان هي محطوطه في مقارنات مع بنات تانية، فبتبتدي تلعب على حته ان والله لا ده احنا الجيل بتاعنا جيل كويس، والجيل الجديد تبتدي بقى تذم في الجيل الجديد. لا الجيل الجديد ده جيل لا مش احسن حاجه وجيل وحش، واحنا الجيل احسن. الجيل الصغير ده جيل بيترمي على الشباب، ومش مع انها هي زمان كانت بتعمل ده، بس هي كبرت فبتحاول ان هي تقلل، لان هي عارفه ظروفها وعارفه ان الموضوع صعب دلوقتي عكس زمان.